السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توب 7. اتكلمنا في الثلاث أسابيع اللي فاتوا عن أقوى الأفلام والألعاب والأنميات المنتظرة بقوة في 2023، ومن النهاردة إن شاء الله هنجيب أبرز الأعمال اللي شفناها في 2022 ونقارنها بحلقات السنة اللي فاتت اللي اتكلمت فيها عن المنتظر في 2022، ونشوف اللي كان يستحق فعلا واللي خيب الآمال جامد. وهنتكلم في حلقة النهاردة عن أقوى الأفلام في 2022، ومن البداية كده في أفلام كان متوقع منها الكتير وخذلتنا الصراحة، زي أنشارتد مثلا اللي ما شفتش حد مصنفه ضمن أقوى أفلام السنة، ممكن علشان الناس بتقارنه بسلسلة الألعاب، ولا دكتور سترينج وسكريم اللي مختفين برضه، ولا لايتير اللي تصدر الترند بسبب المثلية وخسر الكتير، ولا الأفلام اللي اتأجلت ل 2023 زي سبايدر مان وميشن امبوسيبل كده. على العموم علشان ما اطولش عليكم فبسم الله يلا نبدأ. معنا النهاردة في المركز السابع اللي كان المركز الأول في الأفلام المنتظرة في 2022 ذا باتمان. بأمانة ده الفيلم الوحيد اللي شفته في القايمة، وبصراحة هو حلو وقالب على رعب ودموية شوية، بس المشكلة اللي واجهتني وواجهت اللي شافوه هو بأننا بنقارن دايما بثلاثية كريستوفر نولان، وعلشان كده الفيلم واقع. حتى وجوده في القايمة دي يعتبر صدفة والله، مع انه حقق ايرادات عالية جدا وصلت لأكتر من 770 مليون دولار. يعني الفيلم حلو ويستاهل تشوفه، بس ما تقارنوش بأفلام نولان لأنك كده هتظلمه. وكان الفيلم ده في البداية شغال عليه بين أفليك من ناحية الكتابة والإخراج ودور الباتمان نفسه كمان، ولكن بسبب حوارات كده ساب المشروع في 2017، وجي بعد كده مات ريفز استلم مكانه وقال دي بداية الثلاثية الخاصة بيه، وجاب روبرت باتنسون يلعب دور الباتمان، وكان حلو مش وحش، بس مشكلتي بإني بقارنه دايما بكريستيان بيل، علشان كده مش مقتنع بيه قوي. حتى سمعت كلام بإن المخرج هيشيله من الفيلم التاني، مش عارف الكلام ده صح ولا غلط. المهم الفيلم ده هنشوف فيه الكات وومن والبطريق والسفاح ريدلر، يعني فيه تشكيلة حلوة زي دارك نايت بتاع 2008 كده. والباتمان هيدخل في صراع مع القاتل المتسلسل ريدلر، وهيقعد فترة يتعاون مع الرجل البطريق لغاية ما الرجل البطريق يغدر بيه، وغالبا عيلة وين هنا فاسدة وهو بيحقق وراها. ده اللي متذكره في القصة الصراحة. هي حلوة خصوصا لما ريدلر اللي هيتلاعب بالباتمان طول الفيلم يعقد الباتمان ويهزمه في معظم جولات الفيلم ولففه حوالين نفسه. في المجمل يعني الفيلم حلو ويستاهل، ده رأيي. ونروح بعد كده للمركز السادس لأقوى فيلم هندي في 2022 RRR. كون فيلم هندي أو غير أمريكي عموما يكون موجود في القائمة دي، ده معناه بأن الفيلم أسطوري بكل المقاييس، والأجمل كمان أنه من غير مشاهد خارجة خالص، دي في حد ذاتها إنجاز. فيلم من غير مشاهد خارجة مصنف من أقوى أفلام السنة، ده معناه بأن القصة ضخمة وتستحق. والقصة باختصار كده عن مقاومة الهنود للاحتلال الإنجليزي في العشرينات، وهتركز على الثنائي ده اللي هيشارك في المقاومة ومحاربة الإنجليز، وغالبا في أخ واحد منهم شغال مع الإنجليز، وكمان تقريبا هنا كان مستعد يقبض على أخوه. أهي الحتة دي كفاية تخليني أتفرج عليه، والله يعين اللي ناوي يشوفه. الفيلم أكتر من 3 ساعات كعادة الأفلام الهندية، بس ده مزودها شوية. بس للأسف الفيلم لا يخلو من المبالغات المعروفة عن الهنود، بوظوا حلاوة الفيلم بالمناظر دي. عدا ذلك الفيلم قوي وجاد جدا، وبيحكي عن اللي حصل من 100 سنة تقريبا أيام الاحتلال الإنجليزي، والعنف والتجاوزات والاستعباد اللي عملوه الإنجليز في الهنود، وده ولا واحد من 1000 من اللي حصل فعلا، حتى باللقطة المرعبة دي. وده أجمل حاجة في الفيلم، إنه بيتكلم عن أحداث تاريخية ويوريك إزاي أصحاب الأرض قاوموا والجو ده. يا ريت اللي عندنا في الوطن العربي يكون حد بيفهم ويشتغل على الأفلام التاريخية أكتر، بدل ما كل أفلامنا حب وجواز وهيافة. أنا ممكن أتكلم ساعة عن الفيلم ده على فكرة، مع إني لسه ما اتفرجتش عليه والله، فخلونا نروح للمركز اللي جاي أحسن. ونطير بعد كده للمركز الخامس لأقوى فيلم رعب في 2022 نوب. فيلم جديد من المخرج الأسطورة جوردن بيل اللي أخذ الأوسكار مع أقوى فيلم رعب في العقد الأخير جيت أوت،
واللي جبته ضمن أقوى 7 أفلام في العقد الأخير، وبطل الفيلم ساعتها دانيال كالويا هو نفسه بطل الفيلم هنا. فتخيل الفيلم ده هيبقى عامل ازاي، وما تستبعدش فوزه أو ترشحه للأوسكار بعد كام شهر. والفيلم عمل قرب ال$100 مليون من أول شهر له بس، وسمع عندنا في مصر قوي بسبب فكرته وقصته اللي تشد أي حد، اللي بيتكلم عن مجموعة من الناس عايشين في حتة مقطوعة كده بيربوا خيول هناك، وفجأة كده تحصل حاجات غريبة ملهاش تفسير من السماء، زي أول الفيلم لما مات الراجل ده فجأة، مش عارف ضرب نار ده من السماء ولا إيه، ولا المنظر اللي رعب الحصان هنا، ولا المنظر ده في أواخر الفيلم. هيجيلك فضول تشوف الفيلم وتعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، لا وغالبا كمان في ناس هتحاول تستفيد من اللي بيحصل ده في حاجة. مش متخيل والله العقلية دي. والفيلم مليان مناظر مرعبة ومريبة جدا ما تتخيلهاش، زي مثلا منظر الدم هنا اللي غالبا غطى البيت كله وما تعرفش ايه اللي فوق البيت ده، ولا هنا لما الواد المرعوب يبص على القرد اللي شبه الزومبيز كده، وغيرها من اللقطات اللي خلت الفيلم يضرب جامد كده. ومعنا في المركز الرابع لأقوى فيلم كوري في 2022 Decision to Leave. أجدد الأفلام الكورية اللي بتتصنف ضمن أقوى أفلام السنة زي باراسايت كده، بس باراسايت معدي إلا لو الفيلم ده هيفاجئنا في حفل الأوسكار اللي جاي. بس الفيلم فاجئنا جامد في مهرجان كان اللي فات، بحيث إنه كوش على الجوائز أحسن مخرج وأحسن ممثل وأحسن ممثلة اللي هي تانج واي، صينية مش كورية بالمناسبة، ولا أفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصوير، وترشح بقوة للسعفة الذهبية. ما خلاش حاجة تقريبا. ده كفاية مخرج الفيلم الأسطورة بارك تشان وو اللي أفلامه كلها قوية جدا وأيقونات للسينما الكورية، زي أولد بوي وذا هاند ميدن وأفلام فينجنس وجوينت سيكيورتي اريا وغيرها من الأفلام القوية والقبيحة كمان، بحيث كلها فيها جنس ومناظر خارجة للأسف، لدرجة إني شكيت في فيلم القايمة والله، مع إني أعرف إنه من غير عري وجنس، بس الفيلم يقلق برضه. المهم الفيلم جريمة وغموض على رومانسية، بحيث إن أحداث الفيلم بتتكلم عن محقق بيحقق ورا موت رجل أعمال ملياردير، وهيقابل مراته اللي الغموض حواليها، بحيث إنه هيدور وراها إن كانت ليها علاقة بموت جوزها ولا لأ، وغالبا هيحبها والكلام ده، بس في نفس الوقت هتظهر بلاوي وحقائق كتير. والفيلم زي عادة الأفلام الكورية قصة عميقة وتشد، وأداء واقعي جدا وجميل، بحيث إن القصة هتسرد على مسارين، كل مسار بزمن معين، وكل شوية تتنقل ما بينهم بمنتهى العبقرية، بحيث إن الفيلم يشدك شوية ويجاوب على تساؤلاتك شوية. بس الفيلم مش معقد، سهل يتفهم على حسب اللي شافه، ونبقى نشوف بعد كام شهر كده هيعمل إيه في حفل الأوسكار. يا مسهل. ونروح بعد كده للمركز الثالث لأجدد فيلم في القايمة The Fabelmans. الفيلم لسه بادئ يتعرض في 30 نوفمبر، يعني من قرب الشهر كده، ومدته تعدي 2.5 ساعة، وقصته تعتبر مقتبسة من نشأة مخرج الفيلم نفسه ستيفن سبيلبرغ، اللي يعتبر من أعظم المخرجين في تاريخ هوليوود، وأخرج أفلام عظيمة زي Saving Private Ryan وشنايدر's List، وكان فيلم الإنديانا جونز وكاتش مي إف يو كان، وغيرها من الأفلام اللي اتحفرت في تاريخ هوليوود. وهنشوف الفيلم ده من وهو صغير بعد الحرب العالمية التانية، وهيمر بإيه، وهيحب جدا مجال الأفلام، وواحدة واحدة كده هيبدأ يشتغل على أفلام خاصة بيه ويكبر في المجال ده، وقد إيه الأفلام مهمة وبتبين حقيقة الناس والبلا بلا بلا بتاع اللي بيعظموا في المجال ده وبيدوله أكتر من حقه. والفيلم مليان نجوم زي جابرييل ليبال وميشيل ويليامز وبول دينو وغيرهم الكتير من النجوم. وميزانية الفيلم قرب 40 مليون، بينما وأنا لسه في اليوم الخامس من عرضه عمل أكتر من 5 مليون دولار، ده في أول 5 أيام تقريبا، لما نشوف قدام هيعمل إيه. ولسه الفيلم منزلش على النت، على الأقل منزلش وقت كتابة وتسجيل الحلقة، بس من المنتظر إنه ينزل خلال الفترة الجاية إن شاء الله. ونروح بقى للمركز الثاني لأكتر فيلم غريب ومجنون في 2022 Everything Everywhere All at Once. فيلم غريب وعجيب ومعقد ومقرف كمان، مقرف من ناحية إن فيه مناظر مقززة وأكشن على كوميديا على مقاسي على شوية رعب، في أي حاجة تخطر على بالك.
وبالرغم ان الفيلم عرض في مارس وقت ما كان فيلم سبايدر مان نو واي هوم كان لسه في السينما، ده لفت الانتباه اكتر لان الفيلم قدم فكرة العوالم الموازية بصورة افضل، مع ان الفيلم ده ميزانيته قرب ال 25 مليون، رقم تافه مقارنة بافلام مارفل، وعمل ايرادات قرب ال 100 مليون. ده غير كمان الاخوين روسو اشتغلوا على الفيلم ده، اللي هم اصلا كانوا شغالين بشكل اساسي على افلام مارفل، وعلشان كده اللي شاف الفيلم ده هيحس انه شبه افلام مارفل شويه. والفيلم من غير سوبر هيروز، هي ست عجوزة اللي هتنقذ العالم ده عن طريق الاستعانة بنسخة من العوالم التانية. والست دي مهاجرة صينية أصلا، عايشة مع جوزها وبنتها وبيديروا مغسلة كده في أمريكا، وهتقع في مشكلة مع الضرايب وحوارات، وفجأة كده تلاقي الراجل ده اللي بيقول لها انت في خطر ويلبسها السماعة اللي على دماغها، ومن ساعتها وصاحبتنا تايهة في ملكوت الله. كل ده بيتعرض باسلوب كوميدي جدا وسريع، بحيث انك لازم تشغل دماغك قوي علشان تواكب الاحداث السريعه، لان سرعه الاحداث مع العوالم الموازيه والشخصيات هيعقد لك الدنيا. ده غير هتشوف حاجات عجيبه وغريبه ومقرفه ملهاش تفسير، عدي ولا تركز معاها، انت ركز مع الاحداث وخلاص. والفيلم امريكي على صيني، بحيث نصه صيني على انجليزي، وانجليزي مكسر كمان لان ابطال الفيلم مهاجرين، انجليزي نص نص مشي حالك يعني. بس كل اللي شافوه أجمعوا على روعة وجمال وعبقرية الفيلم في ربط أحداثه وسرد فكرة العوالم الموازية والكوميديا اللي فيه. يعني من الآخر الفيلم يستحق بقوة مركزه ده، بس في منظر عري واحد تقريبا فواجب التنويه. وزي ما عودتكم هجيب لكم أبرز الأفلام اللي اترشحت بقوة للقايمة دي، زي Glass Onion، A Knives Out Mystery اللي بيتكلم عن محقق سافر اليونان علشان يحقق في قضية قتل الكل متهم فيها، ومليان نجوم زي دانيال كريج وإيثن هوك وإدوارد نورتون وغيرهم الكتير. ولا فيلم براي اللي بيتكلم عن مفترس معروف في أفلام قبل كده، بس الفيلم ده جايبين ظهوره لأول مرة، وبيتكلم عن قتال المحاربة دي للمفترس علشان تحمي قبيلتها. ولا فيلم ذا وومن كينج اللي بيتكلم عن أحداث حقيقية لأحد ممالك أفريقيا في القرن ال19، بحيث إن المحاربة دي دفعت عن المملكة بشكل أسطوري وبمنتهى الشراسة. ولا فيلم أرميجادون تايم اللي مليان نجوم زي الأسطورة المخضرم أنتوني هوبكنز، ولا آن هاثواي وجيريمي سترونج وغيرهم الكتير. وأحداث الفيلم التاريخي في الثمانينات اللي بيتكلم عن سعي أسرة مثابرة للحلم الأمريكي والكلام ده كله، وكان أحد أبرز أفلام مهرجان كان السينمائي بالمناسبة. ولا فيلم شي سيد اللي بيتكلم عن مراسلتين صحفيتين في نيويورك تايمز واللي هيأسسوا حركة أنا أيضا اللي هتفضح حوارات الاعتداءات الجنسية في هوليوود. والفيلم اتكلم عن فضيحة وقضية اعتداء لمخرج مشهور فعلا، مش أحداث خيالية وخلاص. بعد كل اللي فات ده تقدر تخمن فيلم المركز الأول؟ ومعانا في المركز الأول أقوى فيلم في 2022 صاحب السعفة الذهبية الشرفية في مهرجان كان، توب جان مافريك. أكتر فيلم تحقيقا للأرباح في 2022 بدون منازع بعد سبايدر مان نو واي هوم طبعا، بحيث ان الفيلم ده حقق ايرادات من شهر 5 اكتر من مليار و400 مليون دولار. ده يا معلم محقق في 3 ايام بس قرب ال 250 مليون. انت متخيل الرقم الفلكي؟ وكل ده على فيلم قصته ما تشدش قوي او مش على المستوى المطلوب. بس اكتر حاجة خلت الفيلم يضرب قوي كده غير انه لتوم كروز هو بان الفيلم من غير مؤثرات بصرية خالص. توم كروز قال لهم احنا عايزين الفيلم واقعي قدر الامكان، فالاخراج هنا لعب دور كبير، بحيث ان التصوير بيبقى من كام زاوية جوه الطيارة، بحيث انك هتعيش واقع الطيار صح، تحس انك انت اللي بتسوق مش هو. ده غير ان مشاهد الطيران القوية دي واقعية، بحيث ان طيارين حقيقيين اللي عملوها مش ممثلين. ده غير برضو في كلام كده عن ان الطيارات المستعملة ليها قدرات ما تشافتش في طيارة حقيقية قبل كده، مما خلى دول فعلا تسأل عن الطيارات دي، هل الامريكان بيستعرضوا اسلحة جديدة فعلا في الفيلم ده، خصوصا بان الطيارات فعلا تخوف. ده غير برضو الفيلم مليان نجوم غير توم كروز زي مايلز تيلر وجينيفر كونولي، ده غير العمالقة الكبار فال كيلمر وإيد هاريس وغيرهم الكتير جدا. وهتلاقي فيه فلاش باك وصور كتيرة ترجعك للفيلم الأول في 1986، بحيث إن صاحبنا هيقابل شخصيات قديمة والجو ده. الفيلم ده 100% هيعمل حاجة في حفل الأوسكار اللي جاي،
وهتشوفوا مع اني ما زلت غير مقتنع بيه. ايه رأيكم معانا في القايمة؟ لو عندكم رأي تاني ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات مختلفين معانا في ايه، او ايه افلام كانت المفروض نجيبها معانا وما جبناهاش. واكتبوا لنا ارائكم برضو، ولو حابين نتكلم عن حاجة معينة اكتبوها لنا. ولو لسه ما اشتركتش في القناة يبقى ياريت تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر التنبيه علشان يوصلكم جديد القناة، وتفاعلوا معانا كده، وكمان اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت. ونشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.